انا كحريف افلام مبسوط جدا من اجاباتكم. وبالنسبه للناس اللي عجبها الفيديو كسلت تدوس لايك، يا اخي حسسنا بوجودك واعمل لايك. وافضل اجابه كانت من هايدي رمضان. شكرا جدا يا هايدي، تستحقي النجمه الذهبيه. يلا بينا نبدا. فيلم ميناكشي سونداري شور من اخراج فيفيك سوني. الفيلم بيبدأ في حفل زفاف، وبيحكي لنا البطل سوندار قصة زواجه وازاي كان الممثل راجني كانس سبب رئيسي في نجاح جوازه. وبنرجع فلاش باك قبل الفرح، عروستنا ميناكشي بتظبط اوضتها اللي بتمثل شخصيتها عشان العريس لما يوصل يدخلوا يتكلموا مع بعض، بس هي مش فاكرة اسمه بالظبط عشان بيتقدم لها كتير. وصور الممثل راجني كانس مالية الحيطة وهي بتعشقه. بعدها بنروح لسوندار العريس وهو بيدعي ان الجوازه تنجح، واخوه اداله قطعه معدنيه قديمه جدا لكن مميزه لازم يخليها في محفظته عشان تجيب له حظ سعيد. وهما في العربيه رايحين للعروسه، ابوه وصاه ما يقولش انه اتخرج من الهندسه من سنه ومن ساعتها مش لاقي شغل. هو غبي بس مش لازم يعرفوا يعني. وصلوا البيت وفي حالة من الهدوء والتوتر والكسوف، والعروسة بتراقب والأهل بيتكلموا. شافوا بعض ويا عيني على نظرات الغزل والإعجاب. قالك نسيبهم يقعدوا لوحدهم، إن حد يفتح بقه صمت الحملان. قالت له طب نلعب لعبة، والخسران يسأل التاني، لكن الجنتلمان متوتر. قالت له فك كده واخلع الجاكيتة، ولبستها هي وبدأت تديله درس في الجواز. ولما سألته ليه هثق فيك، جاوبها إجابة مضحكة وحقيقية في نفس الوقت، وقال لها إن المهندسين دول أفضل ناس في الجواز عشان مش بنستسلم بسهولة، بنعرف نحل مشاكل كتير وبنوصل للي عايزينه. فديت له واحد يس، وكمان واحد عشان كوميدي وواحد عشان لطيف، فقال الحمد لله. لكن وشها قلب ألوان لما عرفت إنه ما بيحبش الممثل اللي معلقة صوره، وكمان ما بيحبش الأفلام. الأهل قاعدين بره بيتكلموا وإزاي يتقابلوا من خلال وسيط الجواز، ولكن بيتفاجئوا بسوء تفاهم محرج جدا إن ميناكشي بنتهم كانت مستنية واحد تاني، وسوندار وعيلته كان مفروض يروحوا لبنت اسمها ساجاريكا. طبعا العصافير جوه قاعدين بيتكلموا، واعترف لها بالحقيقة انه مش مهتم بشغل عيلته وتجارة الساري، لكنه بيحب البرمجة وبيسعى لوظيفة تناسبه، وهي حبت صراحته معاها. وسيط الجواز اتصل وقال لهم على عنوان بيت تاني كان مفروض يروحوه، والعريس الحقيقي وصل. العصافير جوه بيتفهموا واعجبوا ببعض. دخل ابن اخوه الرزل وقال له يلا يا عمي احنا جينا البيت الغلط. وبعد ما اتكلموا مع بعض كتير نسوا يقولوا اساميهم، فعرفته بنفسها وعرفها بيه. اعتذروا لاهلها وخرجوا، لكن جد البنت وقفهم وقال لهم مفيش صدف، دي مشيئة الرب. الولد مناسب ومحترم وعيلته كمان. ولما وافقوا اتفقوا يجوزوهم في المعبد اللي على اسمهم هما الاتنين، وبدأوا يجهزوا كل حاجة. اللي اتقابلوا بالصدفة وكل واحد بيدور على اللي يناسبه. في موقف غريب جدا اكتشفوا انهم كانوا بيدوروا على بعض، لكن هل هيكملوا مع بعض؟ لسه هنعرف. وخلص المهرجان واتقفل على سوندار وميناكشي باب، واداها هدية كتاب عشان عارف قد ايه هي بتحب القراية. وسألته ليه الرجالة بيشربوا حليب الكركم في ليلة جوازهم الأولى؟ قال لها ما هو عشان العجلة تمشي لازم تتنفخ هوا. فشربوا مع بعض وضحكوا، هي بق وهو بق، بس هو كان طماع شوية. ولسه هيبدأوا في الهبة بابا جات له مسج ان عنده مقابلة عمل تاني يوم، ودي شركة مهمة ولازم يحضر لها كويس. فقال لها تفتكري المفروض اعمل ايه؟ اقوم احضر ولا نقعد مع بعض؟ فقالت له اعمل اللي انت شايفه مهم. قال لها عندك حق، فسابها وقام يشتغل. وتاني يوم الصبح كان هو راح الشركة، وقامت هي مبسوطة في بيتها الجديد ومسكت قميصه وفضلت تدلع. عمنا في الامتحان متوتر، وهو في الانترفيو كان متخيل ميناكشي قاعدة قدامه، عرسان جداد بقى وكده. وبالليل جاله الرد اللي كان بيحلم بيه، اخيرا اتقبل في الشغل، وقعد يرتب شنطه عشان يسافر لشغله الجديد. وكل ما كان بيلاقي فرصة يبقى لوحده معاها بتبقى هي الاختيار الاخير بعد ما يخلص المهم بالنسبة له. ولما بقوا لوحدهم اخيرا ابوه ندهله. بعدها وصلوه للمحطة، زعلانين ان صباعهم الاول هيقضوه بعيد عن بعض. دايما بيتخيل انه بيقضي معاها احلى وقت، لكن في الحقيقة ما بتكونش هي رقم واحد في حياته. وأخيرا وصل الشركة متأخر، وبدأ المدير يحكي عن أهمية كون الموظف عازب، لأنه بالشكل ده هينتج بأداء عالي جدا من غير ما أي حاجة تعطله. وقال لهم ادوني سنة واحدة من عمركم تماما وهديكم بقية حياتكم نجاح. ولما فهم سوندار خاف، فخلع الدبلة عشان ما يعرفوش انه متجوز. بعدها راح السكن وقابل زمايله. وفي يوم خرجت ميناكشي مع اختها وقابلت صديقها من ايام الجامعة انانسان،
وكانوا صحاب جدا زمان لحد ما حاول يتقدم لها لكنها رفضت. واتكلموا عن سوندار وقد ايه هو عنده شغف وحابب يثبت جدارته، وقامت عملت مشهد للممثل الشهير ده اللي بتحبه، وكل اللي في المطعم سقفوا لها. وفي قعدة حلوة مع الصحاب بيشربوا وبيضحكوا، سوندار الوحيد اللي ما بيشربش، دايما الناس ماشية في اتجاه وهو في اتجاه تاني. وبدأت ميناكشي تزهق من وحدتها، وشوية شوية بدأ سوندار يتحول لنسخة من موظفين الشركة. وقال لهم المدير خلال 6 شهور كل واحد هيبتكر ابليكيشن ويقدمه، وافضل 5 هيكونوا جزء من الامبراطورية دي وبراتب سنوي كبير. ميناكشي حجزت تذكرة عشان تروح له، لكنه صدمها وقال لها تلغي الحجز، وفهمها ان الشركة ما بتوظفش غير العزاب، عشان كده مش هيعرف يكلمها طول ما هو في شغله، وبكده مش هينفع يعيشوا مع بعض في المدينة الجديدة، ولا هي عارفة عيلته كفاية عشان تقعد معاهم. وطلب منها تستحمل السنة دي تخلص، هتعدي بصعوبة بس بعد كده هيبقوا سعداء. والغريبة انها وافقت وقالت له ما تتخلاش عن حلمك، الافضل ليك هو الافضل لينا. وطلب منها تقول لابوه ان مديره في الشغل مبسوط منه لدرجة انه ممسكه كل الشغل. طبعا هو لا مبسوط ولا حاجة، لكن عاوز يثبت لابوه انه مرتاح في شغله الجديد اكتر من شغل العيلة. ومشيت الدنيا تمام وهما بيحاولوا ينجحوا علاقتهم عن بعد، وده من خلال اتباع نفس الخطوات، يتصوروا زي بعض، سيلفي البطة، سيلفي النجوم، سناب شات، وهو مارك زكربرج خلاص ما خلاش حاجة صعبة. وفي يوم صدم واحد من صحابه انه انفصل عن حبيبته لان العلاقات عن بعد ما بتنجحش، وادوا لسوندار نصيحة ما يبينش ابدا انه مبسوط وهو بعيد عنها عشان ما تفتكرش انه مستمتع وهي لأ. وفعلا كملوا على النمط ده، بيبعتوا لبعض صور في اماكن مختلفة، وكل واحد كان بيتمنى يكون مع التاني، بيقنعوا نفسهم ان المسافة مجرد وهم، لكن هل هيقدروا يكملوا كده طول السنة؟ ولكن الموضوع ملوش علاقة بانهم يتكلموا بالساعات على قد ما ليه علاقة بانهم يفضلوا مع بعض. وفي مرة بيلعبوا لعبة الضابط والحرامي، دخلت أمه وافتكرته اتخطف بجد، قالت لهم اطلبوا الشرطة، فجت أحلى شرطة في الدنيا وكان شكلهم وحش. وتاني يوم قدمت ميناكشي على وظيفة واتقبلت، لكن بسبب أبو سوندار عم ماني اللي شايف ابنه فاشل اضطرت تسيب الشغل وتعلم ابن أخوه الصغير راسه. وفي يوم عيد ميلاد سوندار يا عيني زعلانة إنه وحيد وحياته مملة، فقررت تعمل له مفاجأة وتزوره. ولما وصلت لقيته بيحتفل مع صحابه خاربها، فرح جدا بوجودها لكن خاف في نفس الوقت لحسن يعرفوا انه متجوز. قامت هي عرفتهم بنفسها على انها بنت عمه، البنت دي اصيله والله. وعرف ان ابوه وراسه موجودين كمان عشان يفاجئوه، واتضايقت منه عشان مرضيش يرجع معاها. تاني يوم في الشركة ميعاد تسليم الابليكيشن قرب، واهله راحوا له الشركة عشان يقابلوه، وابوه مصمم يشوف هو بيعمل ايه هنا اهم من شغل العيلة، وبدأ يدور عليه في كل حتة لحد ما شافه في الاسانسير وانضم لهم المدير. وسمع ابوه المدير بيشكر في سوندار فحس بالفخر بيه، ولما قابله بره حضنه وقال له انت فعلا في المكان المناسب. وفضلت ميناكشي حزينة بسبب بعده وانه مخبي حقيقتها عن الناس في الشغل، وما قدرش تستحمل وضع المكالمات والعالم الافتراضي، فبعت لها رسالة بيعتذر لها فيها على كل حاجة، لكن الارسال ضعيف ما قدرتش تشوفها. ولانه كان متوتر وافق انه يشرب مع اصحابه، وساعتها جات له فكرة عبقرية الابليكيشن. ولما ركبت ميناكشي التوك توك قالت له وديني مكان حزين من فضلك، فودها احزن مكان في العالم، بيت اهل جوزها. وتعدي الايام وراحت تقابل صديق الجامعة انانسان، وما كانتش بترد على سوندار ومزاجها متعكر على الاخر. ولما اخد باله سألها فبدأت تفضفض له انها وسوندار وصلوا لمرحلة المزيد من الكلام، كلام فاضي بيتقال علشان يضيعوا الوقت. فطلب منها تستحمل وتكلم سوندار وتفهمه، ولما تكلمه طلب منها ما تجيش علشان كده هيخاطر بمستقبله وخلاص السنة قربت تنتهي. لكنها حاولت تفهمه انها ما بقتش قادرة تتحمل الوضع ده، حاسة زي المشردة في بيتها. بعد كام يوم راحت الخالة أطاي المحل وحاولت تشتري نفس السعر الأخضر اللي كان انانسان بيشتريه، لكنه رفض يسيبولها وما عرفتش تشتريه واتضايقت جدا، فدلقت عليه القهوة وراح يقابل ميناكشي وقال لها ان شغل ابوه في وضع مش كويس وانه محتاج مساعدتها، وعرض عليها تشتغل معاهم وعربون محبة الساري اللي اشتراه من محل ماني، ووافقت. وفي البيت نزلت ميناكشي لابسه الساري الاخضر قدامهم، وعرفوا ان صاحبها هو اللي اداهولها مقابل انها تقبل تشتغل معاه وتساعده. لكن ماني رفض انها تشتغل معاه لانهم ما اعجبوش بانانسان وشخصيته المتعجرفه، لكنها عصت كلامهم وبجحت في الخاله لما شكت انها بتخون سوندار، ورفضت حتى الاعتذار ودخلت اوضتها وفضلت تعيط.
ولما كلمت سوندار ما قدروش يحلوا المشكلة من خلال التليفون، واضح ان حاجات كتير مش ماشيه صح بالطريقه دي. فقالت له بقول لك ايه، تبا لك ولعيلتك، انا مش قادره استحمل. وخدت بعضها ومشيت ورجعت لبيت ابوها تاني. وبعد كام اغنيه حزينه راحت المكتب مع انانسان واستلمت شغلها وبدات تستعيد احلامها ولياليها اللي ضيعتها وكل حاجه خسرتها. اتعلمت عن شغلهم اكتر، وسوندار بيتقدم في شغله وابتكاراته، وهما الاتنين بيتخيلوا بعض والايام الحلوه اللي كان ممكن يقضوها مع بعض لولا الفراق. بعد ما الحياه حطتهم في موقف قاسي وكل واحد اضطر ياخد اتجاه من غير التاني. ولما قعدت مع جدها كان متضايق عشان امها وبخته هو السبب في الجوازه دي وهو سبب حزنها دلوقتي. اعترفت له انها جربت كل حاجه ومش لاقيه الحل لمشكلتها، فقال لها احيانا بيبقى في مشاكل ملهاش حل لكن بتاخد وقتها وبتحل نفسها بنفسها. بعدها بعتت رسالة لسوندار انها رايحة له ولازم يتكلموا. مسك موبايل سوندار صاحبه وقرا الرسالة من وراه، ولما فتح موبايله عرف الحقيقة انه متجوز، فراح بعت لها رسالة وقال لها تقابلوا فين وامتى. شكلك يا عم سوندار مش هتلاحق على المشاكل. وقبل العرض التقديمي بتاعه جات له رسالة منها انها في الكافيه، ولما قابلها قال لها انت مجنونة، ايه اللي جابك هنا؟ فقالت له بس انت اللي قلت لي اجي هنا، ووريته الرساله. ولما شافه المدير عرف انه كان بيكذب عليه طول المده دي، وطلب منه يخلص العرض بتاعه كاجراء شكلي وبعدها هيتحاسب. فزعق لمناكشي قدامهم كلهم لانه ما بعتش اي حاجه، وقال لها احنا مفيش حاجه نتكلم فيها بعد كده. ولما طلع فوق عرف ان صاحبه هو اللي فضحه وخانه، وقال للمدير قال ايه يكسب بوينت عنده علشان ينجح بس برضه ما نجحش احسن. فجري سوندار يلحق مناكشي لكنها مشيت وطلع يقدم فكرته، وكانت فكرته تطبيق اسمه معا، ابليكيشن بيعرف مزاج الشخص اللي قدامك وبيحلل كل حاجة بيعملها البني آدم على تليفونه عشان يعرف حالته المزاجية، فيقدر الواحد يعرف امتى يتكلم مع اللي قدامه. وقف في نص الشرح وسرح في مناكشي وقال إن العلاقات عن بعد صعبة جدا لكنها مميزة جدا، أسباب كتيرة للخناق ولكن طرق كتيرة للصلح. من خلال التطبيق ده تقدر تفهم حبايبك وتعرف ازاي تتواصل معاهم. واخر حاجة قالها اعترف بجوازه وانسحب من الشركة، واعترف ان مراته هي مصدر الهامه وسبب وجوده هنا وابتكاره وكل حاجة، وطلب من صاحبه اللي خانه انه يقف مكانه ويقدم المشروع بداله. مناكشي بتسمع رسالة اعتذار قديمة كان باعتها لها، وزارها في البيت وحاول كتير يتواصل معاها لكن مفيش فايدة. نام في الشارع وقعد على البحر، معرفش ليه بس برضه مفيش فايدة، مش عارف يوصل لها لحد ما افتكر حاجة مهمة عنها، عشقها للممثل راجني كانس. وهنا جات له فكرة، راح عرض فيلمه الجديد لأنه كان عارف إنه هيلاقيها هناك، وشافها بترقص وبتغني وفرحانة جدا وكلهم بيرقصوا معاها. ولما شافته اتفاجئت لكن راحت له واعتذر لها عن كل التعقيدات اللي حصلت بسببه، وكل اللي هو عاوزه إنه يكون معاها. وفعلا سامحته ورجعت له، وعشان كده الممثل ده كان سبب ضروري لنجاح علاقتهم. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنساش يا صديقي اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو تقدر تفعل زر الجرس وتشوف بقية الفيديوهات.